بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة مديرة المدرسة، السيدات والسادة الحضور، أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتي لهذا اليوم بعنوان التعاون، المصادف 9/4/2026. يعني التعاون من أهم القيم الإنسانية التي تقوم عليها المجتمعات الناجحة، فهو يعني تضافر الجهود بين الأفراد لتحقيق هدف مشترك يعود بالنفع على الجميع، ولا يمكن لأي مجتمع أن يتقدم أو يزدهر دون أن يسود بين أفراده روح التعاون والمساعدة. يتجلى التعاون في صور عديدة، مثل مساعدة الزملاء في الدراسة، وتقديم العون للمحتاجين، والعمل بروح الفريق في مختلف المجالات. فعندما يتعاون الناس تتوزع المهام ويصبح إنجاز العمل أسهل وأسرع، كما تسود بينهم المحبة والألفة. وللتعاون أثر كبير في تقوية العلاقات الاجتماعية، إذ يعزز الثقة بين الأفراد ويقلل من الأنانية، ويجعل الإنسان يشعر بالمسؤولية تجاه الآخرين. كما أن التعاون يساهم في حل المشكلات والتغلب على الصعوبات، لأن العمل الجماعي يتيح تبادل الأفكار والخبرات. في الختام، ينبغي علينا أن نحرص على التعاون في حياتنا اليومية، وأن نساعد بعضنا البعض، لأن التعاون هو مفتاح النجاح والتقدم، وبه تبنى المجتمعات القوية والمتماسكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.